السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة يا رب. النهاردة هنعمل رقاق مغرق باللحمة. معايا لحمة مفرومة ومعايا طماطم مفرومة وبصل مفروم وفلفل مفروم. هي ومعايا برضو تقريبا 2 كيلو من الدقيق. او على حسب انت حابة تعملي كيلو، او لو انت حابة تشتري كمان الرقاق مخبوز جاهز. بس انا بصراحة بفضل ان انا اعمله واخبزه في البيت، بيبقى افضل بكتير وارخص واوفر بكتير من اللي احنا بنشتريه من بره. انا معايا صينيه كده فيها معلقه واحده بس من الزيت، مش كتير. هنزل بالبصل الاول، لو حابه تنزلي باللحمه الاول براحتك، دي حاجه ترجع لك على حسب ما انت متعوده تعصجي اللحمه ازاي. بس بصراحه انا بحب وبفضل ان انا انزل بالبصل الاول. جربت اللحمه وجربت البصل، لقيت ان انا انزل بالبصل الاول اديله تشويحه كده، بيدي نتيجه افضل للعصاج بتاعي وطعم وريحه كمان. بنزل كده زي ما انتم شايفين بالبصل والفلفل في معلقة الزيت او السمنة اللي يريحك. يا دوبك بس البصل يدبل، احنا مش بنحمره ولا بنصفره كمان. هو بتحس ان هو دبل ولونه هيتغير معاكي، بتقومي نازله خلاص باللحمه. خلاص اهوت البصلايه دبلت ولونها اتغير، بقوم نازله بقى باللحمه بتاعت المفرومه. طبعا كلنا عندنا لحمة من لحمة العيد، بنفرم بقى براحتنا وقلبنا جامد كده عشان في لحمة غيرها في الفريزر. انا فرمت بصراحة تقريبا كيلو لحمة. لان بصراحة انا هعمل كمية من الرقاق، هعمل صينيتين من الرقاق. ولو فاضمة عندي برضو مش هتخسر معايا، هحطها في التلاجة. انا ما بحبش احط اللحمة بصراحة في الفريزر متعصجة، هحطها في التلاجة يوم واحد او اتنين، وهعمل بيها وصفة بالجلاش. هقلب بقى كده اللحمه بتاعتي في البصل، بقلبها حلو علشان ما تكتلش معايا. كل ما تقلبي سريع والنار عاليه معاكي بتلاقيها فرولت زي ما انت شايفه كده، وكل حته بقت لوحدها، مفيش قطع ولا اي حاجه. هنزل بقى كده باللحم بالطماطم اللي انا بشرتها عليها. عايزه تخرطي الطماطم قطع صغيره براحتك، بس انا قلت بقى ايه، قد ما انا بفرم كله هفرم كله مع بعض وكده ايه مع بعض. ودي معلقه من الشطه، بصراحه بنحبه سبايسي، بنحبه حراق شويه كده، بيدي طعم حلو لاي حشوه. اي حاجه فيها حراريه يعني بتدي طعم حلو بصراحه. البهارات بقى فلفل وكمون والسبع بهارات وقرفه وجنزبيل. ويعني عايزه اقول لك اي بهارات عندك، ولو ممكن بس في شويه فلفل اسمر براحتك يعني. البهارات المتواجده عندك وحابه تضيفيها ضيفيها. كده العصاج بتاعي خلص خلاص. انا بقى سبته على النار ينشف من الميه فيه خالص، واسيبه يبرد. هنا الدقيق بتاعي حطيت رشه من الملح على رشه من السكر وميه، بس مش اكتر. في ناس بتعجنه باللبن، لو حابه تحط له لبن براحتك. هو عامه كلها اضافات بتطعم معاكي وتعزز معاكي العجينه بتاعتك والرقاق. بس انا بصراحه بفضل ان انا اعمله بالميه، لان الميه هتنشفه معاكي، هتخلي الحاجه ناشفه معاكي كده. لكن لو عجنتيه باللبن هيطرى معاكي ويبقى طري بعد ما يتخبز في الفرن، هيبقى طري. انا عجنته زي ما انتم شايفين كده، وهاجي بقى في الاخر واحط معلقتين من الزيت زي ما انتم شايفين كده. حابه تستبعدي برضو الخطوه ديت براحتك، بس المعلقتين الزيت دولت هيحمر الرقاق معاكي في الفرن بسرعه، يعني يديله وش كده معاكي بسرعه. وتلتيه زي ما انت شايفه كده. وطبعا الجو حر، مش عايز العجينه تكون لينه قوي، عايز العجينه تكون مظبوطه علشان ما تفكش ولا تسيح معاكي، خصوصا ان احنا الايام دي يعني ايه، الدقيق بصراحه بيندحك علينا فيه. زي ما انتم شايفين بقى كده، جبت الصينيه بتاعتي ورشيتها رشه من الدقيق. وطبعا اللي هقطع الرقاقه بتاعتي على حسب الصينيه بتاعتك، يعني على حسب الصينيه اللي هتخبزي فيها الرقاق المغرق ذات نفسه، مش الرقاق اللي هيتخبز عجين، لا، على حسب الصينيه اللي انت هتخبزي. لو السرفيس كبير كبري، لو السرفيس بتاعك صينيه صغيره بتصغري. انا عملت على قد حجم الصينيه بتاعتي بالظبط. زي ما انتم شايفين الاتنين كيلو رموا معايا الكميه ديت، والاربعه اللي في الطبق. على طول بقى، انا ما استنيتش الجو حر، يعني انا كنت بقول هسيبه يريح، لقيته بيفرد معايا، فقلت لا، انا ولعت الفرن على طول اتقدح. بس بصراحه ما جبتش التصوير من اوله، لان انا قلت البنت هطلع اولع، وغابت على ما طلعت بالتليفون كنت خبست. يعني هي طلعت لقيتني بخبز كمان كده من ايدي للفرن. زي ما انتم شايفينه كده، بسم الله ما شاء الله، زي الفل وناشف وحلو. بحط كده وطبعا مولعه عين وسايبه عين عشان ما استهلكش نار كتير. وما بياخدش اصلا نار، انت بتدخلي من هنا بتبص تلاقي الرقاقه، لانه طبعا بيبقى رقيق، وبتعملي وتحطي على المطرحه ما بيترحش. يعني الرقاق التغريق ده ما بيترحش زي الرقاق الطري. الرقاق الطري احنا بنرحه على ايدينا كده،
لكن ده بيتخبز معاكِ كده زي ما أنتِ شايفة، وتحطّي على المطرحة وتحطّي في الفرن على طول، سواء بقى كنتِ بتخبزي على البوتاجاز أو في فرن البوتاجاز. أنا بصراحة بافضّل إن أنا أخبزه في الفرن الغاز كده بيريحني، وفي ثواني بقى وباطلّعه، عن ما إني أخبزه على البوتاجاز من فوق. ده حسب المتواجد عندِك بصراحة، أو حسب ما أنتِ متعودة تعملي إزاي. زي ما أنتم شايفين الرقاق طالع معايا كده زي الفل. أنا كنت خلاص باشطّب بقى، ولمّا بنتي طلعت بالتليفون بدأت إن أنا بدأت تصوّرني بمعنى أصح. قُلت لها بقى صوّريني كده الكام رقعة اللي باقيين دُولة. بيتغمس، شايفين الرقاق بيتغمس معايا بكل سهولة، يعني مش لإن العجينة معايا مضبوطة، وطبعًا ما هياش لابسة أوي وما هياش ليّنة أوي. وباحط بقى تعفيرة من الدقيق عشان تساعدني كده، وعشان ما يلزقش برضه معايا، واحطه زي ما أنتم شايفين في الفرن كده على طول بقى. نزلت بقى بيه تحت، كانت العصاج بتاعي بِرِد تمامًا. عايزة أقول لكم ما خدش حاجة، الكمية ديّة ما أخدتش نُص ساعة. العصاج برد معايا تمامًا زي ما أنتم شايفين كده، ومعايا كوباية من السمنة السايحة، ومعايا شوربة كانت في التلاجة، شوربة بناتي طبعًا، أو أي شوربة بقى فراخ، بَط، المتواجد عندِك. طبعًا أنا سخّنت الشوربة بتاعتي كده، وهاجيب الصينية اللي أنا هابِل الرقاق بتاعي. أنا عايزة الرقاق بتاعي يكون مبلول الشوربة تكون دافية. في ناس بتضيف لبن، وفي ناس بتضيف لبن وشوربة، وفي ناس لبن بس، وفي ناس شوربة بس. أنا باضيف الاتنين، يعني للأمانة أنا باضيف اللبن والشوربة، بس أنا بصراحة الشوربة عندي غنية ودسمة وحلوة، فأنا هاضيف شوربة بس. لكن الاتنين ينفعوا، وخصوصًا لمّا بتحطّي لبن بيطرى أكتر. طبعًا جِبت الصينية بتاعتي اللي أنا ناوية أخبز فيها، اللي هي على قد الرقاقة بتاعتي. مسحتها طبعًا مسحة من السمنة الأول، وبعد كده بقى بقيت أمسح زي ما أنتم شايفين الرقاق، زي ما أنتم شايفين في الشوربة كده. الشوربة كانت بتسخن. طبعًا بين كل رقاقة ورقاقة لازمًا تدّي مسحة من السمنة. مسحة، هو مش هيبقى سمين ولا حاجة، زي ما أنتم شايفين كمية السمنة زي ما هي كده. بين كل رقاقة ورقاقة ادّي مسحة من السمنة. ليه؟ بيدّي توريقة معاكِ، وما بيخلّيش الرقاق يكون ماسك في بعضه، ويكون قطعة واحدة كده لمّا تيجي تاكلي تحسّي إن هو معجِّن معاكِ. مسحة السمنة بين كل رقاقة ورقاقة بتدّي توريقة حلوة أوي للطبقات بتاعتِك. هانزل بقى بكمية اللحمة اللي أنتِ حاباها بقى، كتير، شوية، اللي أنتِ حابة الحشو بصراحة. أنا زي ما قُلت لِك عاملة عصاج كتير، لإن أنا هاعمل صينيتين من الرقاق، عاملة الصينية السمرا ديّة والصينية اللي كان فيها العصاج. عملتهم ورا بعض، بس اللي جات في التصوير بس عشان ما أطوّلش التصوير معاكم، الصينية الأولى ديّة بس. عملته زي ما أنتم شايفين كده، وباجي بقى أنا خلّصت الكميات بتاعتي، بانزّل بقى الحوافر بصوابعي كده، علشان لمّا الرقاق يطلع من الفرن يكون متماسك، يعني ما يكونش الحرف بتاعه فاكك. هتنزلي كده بصوابعِك من الأطرف لتحت علشان يتماسك معاكِ. طبعًا هتدّي له بقى معلقتين برضه شوربة كده على الوش عشان يتماسك معاكِ، لإن إحنا عاملين من كل طبقة وطبقة مسحة من السمنة. وزي ما أنتم شايفين السمنة قدامكم أهيّة، ما استخدمتش السمنة كلّها ولا حاجة، هي بس مسحة كده بالفرشة. ويمكن أنا كتّرت في الوش بس كده علشان يدّيني لون حلو للرقاق. زي ما أنتم شايفين معايا باقي كمية الرقاق أهيّة، زي ما أنتم شايفين هاقطّع بقى الرقاق بتاعي على حسب بقى ما أنتِ حابة، مثلثات، مربعات، براحتِك أنتِ. أنا بصراحة زي ما بتيجي معايا ما بابقاش ناوية إلا ساعة التقطيع. قطّعته زي ما أنتم شايفين كده مربعات، وده يعني الخطوة دي اختياري. معايا عندي جبنة في الفريزر، الجبنة اللي هي الموتزاريلا العادية، أو رشة من الجبنة الرومي، أو رشة من صُبع زبدة عندِك مجمد، وتحطيه على وشه كده بيدّي لون حلو أوي، أوي، أوي للرقاق. بادخّله الفرن على 220. أنا كنت مولعة الفرن من فوق ومن تحت عشان ينجدح قدحة حلوة كده. حطيته على 220 من تحت بس، ولمّا حسيت إن الرقاق بدأ يشيل معايا، قُمت مولعة له الشواية كمان من فوق. بقى من فوق ومن تحت أخد معايا كام؟ أخد معايا 40 دقيقة في الفرن. ودي لمّا طلّعته بقى حاولت إن أنا أسلِّك بقى التخريطات اللي أنا خرّطتها كده علشان ما يتمسكش معايا. هو ما بيمسكش عامةً، بس يعني علشان يبقى سالك وحلو. أنا قطّعت على طول وهو سُخن. طبعًا ما بتستني عليه لمّا يبرد بيطلع بكل سهولة. شايفين بقى مورّق أهوّة وحلو ومقرمش. أنا بنتي بقت تقول لي: "سيبيه ينشف شوية، أنا عايزاه مقرمش." بس هو بصراحة كان مقرمش وحلو الطبقة اللي على الوش، لكن من جوّه كان طري كده وحلو. ده كان فيديو النهارده، يا رب كده تكونوا استفدتم واتبسطتم واتسليتم، وقدرت أفيدكم ولو بمعلومة صغيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.